بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم وحلقة جديدة من قناة أحترف إكسل مع ممدوح. النهاردة يا جماعة بنتكلم عن أداة مهمة جدا، وهي أداة سلايسر. و إيه استخدامات الأداة ديت؟ أولا سلايسر دي أداة تشبه أو شبيهة بالفلتر، ولكن متقدمة عن الفلتر. ازاي الكلام ده؟ تعالوا مع بعض نشوف المثال اللي معانا مثال في مسلسل، واسم الموظف والإدارة اللي تابع ليها، وموقفه من الحضور والانصراف. طيب عشان اطبق الأداة بتاعت السلايسر على الداتا اللي معايا، لازم يكون الداتا في تيبل. فهعمل كنترول تي واقول له ماي تيبل هاز هيدرز معايا، واعلم علامة صح على ماي تيبل هاز هيدرز عشان يبقى الهيدرز معايا، وهعمل اوكي. وهاجي هنا هعمل انسيرت، وانا عامل على تيبل ديزاين، هعمل انسيرت سلايسر. هلاقيه هو جايب لي رأس العمود بتاعي المسلسل واسم الموظف والإدارة والحضور والأجازات. لو علمت عليهم كده ودوست اوكي، هلاقيه ظهر لي 4 مربعات كده. هاخد اول واحدة كده خليها كده، تمام كده. اول خاصيه من سلايسر ان هو بيوضح لك كل الداتا اللي موجوده في الجدول، تمام. طيب انا لو حبيت اعمل فلتر لاداره العمليات بس، هروح دايس على اداره العمليات، الاقيه جايب لي اداره العمليات بالحضور والاجازات. طب انا وانا دايس على اداره العمليات وعايز الاجازات بس او الحضور بس، لو دوست على الحضور هيطلع لي حضور بس. طيب لو دوست على مثلا عايز موظف واحد او اسم الموظف دوت، هلاقيه عمل لي الموظف ده. طب اشيل الفلتر ده ازاي؟ من هنا كده وارجع الدنيا زي ما كان. طيب لو حبيت ان انا مثلا اجيب مثلا مسلسل رقم 3 ايمن جمعة. طيب هاجي هنا مثلا اشيل الفلتر. لو عايز الادارة، لو انا عايز اجيب اكتر من ادارة، فهدوس على ادارة المحافظ وادوس كنترول والادارة المالية، جاب لي الحضور لإدارة المحافظ والإدارة المالية والحضور والأجازات. لو حبيت أجيب الحضور بس هيجيب لي الحضور بس. حبيت أجيب إدارة العمليات، هيقول لي ادي إدارة العمليات. لو دوست على هنا كده مثلا يجيب لي 7 بحث. طيب دي استخدام من استخدامات سلايسر. طيب هل ممكن ان انت تستخدمه كمان في البيفت تيبل؟ ازاي الكلام ده؟ هنرجع بس كده للفلتر بتاعنا، تمام كده. هاجي هعمل هنا كده في الديزاين انسيرت بيفت تيبل، اقول له هنا كده انا معلم اوكي. دوست كده فجاب لي البيفت تيبل. فهقول له دلوقتي مثلا لو انا عايز المسلسل ده احطه مثلا في الكولوم، واحط الادارة، المسلسل ده خلي في الفيديو، احط الادارة بتاعتي هنا، تمام، والحضور والاجازات احطهم هنا كده مثلا. فهنا طلع لي مثلا لو جيت هنا عملت insert slider بقى insert في البيفت تيبل insert slicer، تمام. طيب كده تبقى واضحة. طيب انا هنا مش كاتب اسامي الموظفين، تمام. فلو جيت عملت كده دوست على اسم الموظف، مع اني مش كاتب اسم الموظف، تمام. لو جيت عملت اسم الموظف هيقول لي ان اسم الموظف ده ينتمي للاداره الماليه و
وعدد الحضور او الحضور بتاعه او الصف، او هو مسلسل رقم 10. تمام، وهو حاضر ومسلسل رقم 10. طيب لو جبت مثلا إدارة العمليات مش هيديني، بس لو جيت دوست هنا في إدارة العمليات، دوست أجازة مثلا أو الحضور، ودوست إدارة العمليات، هيجيب لي حد. ما لازم اديله الداتا بتاعتي، حد من إدارة العمليات يديني اللي هو المسلسل بتاعه رقم 19، وهو ينتمي، فؤاد العاطفي ينتمي لإدارة العمليات. وده كان موضوع حلقتنا النهارده. ارجو ان يكون الفيديو عجبكم وقدرت اوصل لحضراتكم المعلومه. وما تنسوش دعم القناه بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ما تنسوش اللايك والشير عشان ده بيدعمنا وبيدعم القناه. وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.